السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده يا بنات بقى هنعمل كشري مصري، هنعمله في البيت وان شاء الله يا رب يعجبكم كده. انا جربته تبع طريقة محلات كده يعني، فخدت من كل حاجة كده تكايه وعملتها في البيت قبل ما اعملها لكم الاول. طلعت طعمها حلو قوي وكل شكر فيه. تعالي بقى نشوف المقادير بتاعتنا ايه. عندنا هنا بصل حلقات. البصل ده عشان يطلع مقرمش هنحط له شويه خل وحبه دقيق. دلوقتي انا عفرهم بحبه دقيق وشويه خل ونسيبه شويه عشان بعد كده نحمره ويطلع مقرمش. تمام. عندي هنا وات حمص انا نقعاه من امبارح ودلوقتي سلقته عشان اوفر الوقت يعني ما يبقاش طويل. وعندي هنا كوبايه شعريه، كوبايه رز. عندي هنا توم. التوم ده انا هاخد منه للصلصه وهاخد منه للدقه. تمام. اما هنا بقى العدس، احنا هنا نقعاه من امبارح ودلوقتي قمت كده سلقته نص سلقه طبعا عشان يعمل القرنشه اللي فوق ديت او الترميله اللي فوق ديت. ديت بعد ما بتسلقيه باخده بعد كده بصفيه وعلى نار كده هاديه من غير اي حاجه ولا زيت ولا اي حاجه خالص، على طاسه كده سخنه. على طاسه سخنه وبننزل عليها بمعلقه ملح كده صغيره وافضل اقلب فيه لحد ما يعمل ايه الترميله دي. طبعا احنا كنا زمان بنحتار في الترميله دي هل هم بقى مخلطين عدس مع حاجه تانية ولا لا. طلع الموضوع سهل وبسيط. طبعا عندنا هنا مكرونه سباكيتي ومكرونه اللي هي الصغيره خالص اللي هي التحمير ديت. لو انت حابه تضيفي حاجه تانية دي بتبع حريتك. واساسي معانا الخل وصلصه طماطم وشفشق طماطم كده مليان. التوابل بقى بتاعه الطماطم مش هقول لكم عليها دلوقتي، بقى نيجي نحط نعمل الصلصه عشان ما نتلخبطش مع بعض. ماشي. الوقت بقى تعالى هنسلق المكرونه وهحمر البصل الاول عشان اخد الزيت بتاعه. طبعا احنا كده كده الزيت احنا مش هنستخدمه تاني، فبلا ما بنرميه لا هنستخدمه في بقيه الوصفه بتاعتنا. هحمر البصل الاول كده واسلق المكرونه وارجع لكم تاني. بصوا يا بنات انا هنا حطيت اهوت شويه الخل والدقيق على البصل وسبته يستريح شويه عشان خاطر يطلع الرطوبه اللي فيه عشان لما نيجي نحمره ما يطراش تاني مننا. تمام. انا نسيت اقول لكم، انا هنا لما جيت سلقت الحمص انا حطيت طبعا شويه كمون للحمص والملح. وهنا برضو حطيت شويه كمون وشويه ملح برضو هما وهو بيتسلق. تمام. تعالى بقى دلوقتي انا حطيت طاسه على النار اهيت. يلا عشان نقلي البصل. سيبها الباقي دي كده فيه على طول عشان ايه ما يتحرقش منك. اهو البصله يا بنات احنا طلعناه خلاص بعد ما اتحمر. هناخد بقى الزيت بتاعه هنصفيه وهعمل بقى دلوقتي الصلصه عشان الصلصه بقى ايه فيها شويه تكات كده. ركزوا بقى معايا فيها. هنا بقى ايه حطيت الزيت اهوت. ننزل بقى بمعلقه ثوم كده كبيره. انا فرمه الثوم ده معاه ايه قرن شطيفه كده معايا اهو. طبعا انا سبت كمان حبه كده من الثوم كده صغيرين عشان اعمل بهم الدقه. تمام. التومه بس كده تدبل وانزل عليها بالصلصه اهو. التومه بس تدبل وانزل عليها دلوقتي بالصلصه. لسه بقى قربت تدبل هنزل كده بقلب شوربه ماجي خضار. بعد كده هنزل بالصلصه. الصلصه ديت انا كنت سلقاها الاول كده قبل ما اضربها في الخلاط. تمام. بص بقى هنا يا بنات التوابل ايه بقى. هنا فلفل اسمر وكمون، وهنا حبه قرفه صغيرين خالص وبصل بودر وثوم بودر وكباب الصيني ناعمه وورق لورا وكزبره. وهنا ملح. وهنا حبه صغيرين بس خالص قرنفل ناعمين. تمام. وهنحط كمان حبه سكر للصلصه عشان تدي طعم معانا حلو. ماشي. ننزل بقى كده بالتوابل كلها. التوابل دي هتديها طعم خيالي. وهننزل كمان دلوقتي كمان بحبه خل بس مش دلوقتي يعني شويه كمان كده حبه قرب ما تيجي تتسبك. وده حبه السكر هننزل بيهم عشان تضيع الحموضه وتدي طعم حلو كمان للصلصه. هنسيبها بقى شويه كده تتسبك وبعد كده دلوقتي نروح نعمل الرز.
معلش يا بنات نسيت اقول نحط معلقه صلصه فاين فود دي حلوه قوي، نحط منها معلقه. لو ما عندكيش الصلصه ديت وعندك بابريكا حط، بس هي الصلصه برضو بتعطيها قوام وطعم حلو. تمام. بس بقى هنا يا بنات اول ما تبتدي تبقبق كده تبتدي تخش كده في التسبيكه، هحط بس هي معلقه خل كده كبيره. ماشي. بصوا يا بنات احنا كده جبنا بقيه الزيت بتاع البصل وحطيت فيه الشعريات عشان هعمل الرز. ماشي. لما تحمر بقى ارجع لكم تاني عشان الفيديو ما يطولش. بصوا يا بنات احنا هننزل اهو بالرز يسخن بس كده مع الشعريات. هو يسخن بس معاه عشان خاطر ايه يستوي معانا بسرعه ويبقى مفلفل. هننزل بقى ايه بالفلفل الاسمر وبالملح. تمام. هنزل بقى دلوقتي كده بالميه اهوت وبعد كده ارجع لكم تاني. طبعا هنا نعمل الدقه بتاعه الكشري، ما ينفعش الكشري من غير دقه. تعالى بقى ايه طبق كده قديم من عندك المونيا كده ولا اي حاجه، انا عندي طبق قديم مخليه الحاجات اللي زي دي. هنحط فيه معلقه توم وننزل بالخل. ماشي. وننزل بقى دلوقتي بحبه ميه صغيرين، ننزل بحبه ميه صغيرين اهوت ونحطهم على النار يغلوا وارجع لكم تاني. بس يا بنات الميه بدات تغلي اهي. هننزل كده بكمون وبسنه كزبره. اصبر هننزل بكمون وبسنه كزبره. تمام. وهنا حبه ملح. ماشي. وهنا ليمونيه اهي. تمام. وهنا معلقه صلصه كده من اللي احنا عملناها بتاعه الكشري عشان يعطي بس لون كده حلو. تمام. تعالى بقى دلوقتي يلا نعمل الشطه كده. خلاص كده الدقه كده خلاص خلصت. تعالى بقى دلوقتي يلا نعمل الشطه. بصوا يا بنات هنا الرز الشر بقى خلاص كده هات على النار كده خالص، وبعد كده بقى ارجع لكم عند السوا. بصوا يا بنات هنا بقى عشان نعمل الشطه الزيت برضو بنجيب طبق كده قديم من عندك ما انتش عايزاه، بتحطي بقى فيه شويه زيت كده حلوين وسيبيه لما يقدحوا خالص. والافضل ما تخليش يكون في اطفال جاي منك عشان هتطلع الريحه هتخليهم يقعدوا يكحوا كتير ويدمعوا لو عندهم حساسيه وكده. احنا اصلا نفسنا ككبار حتى لو من غير حساسيه هتفضلي تقعدي تكحي كتير. فانا اصلا ما بستخدمش على فكره الشطه الزيت ديت، بس انا عملتها لكم بس عشان خاطر يبقى ايه اللي حابب يعملها. وممكن بعد كده تقدري تستخدميها برده تسيبها عندك في الفريزر او في الثلاجه لما تيجي تعملي محشي عايزاه مشطشط اي حاجه تحطي منه ايه حبه. احنا نستنى لما الزيت يسخن خالص اهو بعد كده ننزل بالشطه. يا جماعه الزيت سخن خالص اهو ننزل كده بالشطه. تفضلي بقى تقلبي كده فيها ايدك عافيه على طول. بص ريحتها بدأت تطلع. بس يا بنات تفضلي تقلبي فيها كده على طول عشان تطلع الزيت بتاعها ويبقى ده زيت الشطه. يا بنات انا حطيت عليها معلقه صلصه كده صغننه خالص عشان اهدي بس كده من ريحتها. كده كده الزيت هيبقى عايم فوق الوش دلوقتي. بس طبعا ده مش اي حد ياكل الشطه الزيت ده عشان صعبه قوي في الاكل بتاعها بصراحه. دي بس للناس اللي هي الكيفه اللي بتحب الحاجات مشطشطه قوي، لكن الاطفال وحاجات زي كده لا ما تحطلوش منهم دول خالص. وخلاص يا بنات احنا خلاص نقلنا الشطه عفوا المطبخ كله ريحته شطه. نقلناوت في كوبايه. بصي دي بقى الزيت بتاع الشطه الاصلي، يعني ده اللي بيبقى زي اللي احنا بنشوفه في المحلات بالظبط وبنستخدمه. نقلناه هنا بقى في كوبايه. وتعالى بقى يلا بقى نشوف بقيه الاكل يلا ونغرفه. بصوا يا بنات احنا كده خلاص الرز كده خلاص دخل في التسويه ما عادش فيه الا دقيقتين كده وطفي عليه. نزلت كده بالمكرونه تاخد ايه من طعم الرز كده كله ياخد من طعم بعضه. تمام. وهنزل دلوقتي كده برضه بشويه كده من العدس واسيب حبه كده مش هنزل بكلهم يعني، اسيب حبه في الوش نقلب كده في بعضه كله ياخد من طعم بعضه.
وان شاء الله يا رب يعجبكم. وننزل كمان بحبه حمص، نخدم بقى الطبق يعني عشان الطبق يطلع لنا حلو. ونسيبه بس دقيقتين كده بس واطفي عليه، كله ياخد بس من طعم بعضه. وخلاص خلصنا يا بنات، وادي طبق الكشري اهوت. يا رب يكون عجبكم واليوم يكون عجبكم، والوصفه بتاعتي تكون سهله وبسيطه. وده هوت الدقه والشطه اهوت للي عايز. انا ما حاططش هنا بقى، سايبه اللي يحط لي يوز. ويا رب اكون خفيفه ولطيفه كده على قلبكم، واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.